شركة L3 Harris Technologies الأمريكية أعلنت نهار الثلاث اللي فات أنها دارت بنجاح أول رحلة ديال نظام الحرب الإلكترونية فايبر شيلد على طائرة مقاتلة من نوع F-16 بلوك 70. حسب واحد البيان خرجته الشركة الأمريكية، النظام ديال فايبر شيلد غادي يوفر قدرات حرب إلكترونية مطورة طائرات F-16 لستة ديال الدول شريكة. من هاد الدول كاين تايوان، المغرب، بلغاريا، البحرين وسلوفاكيا. الاختبار اللي دارته الشركة كان على الطائرات ديال الجيش الأمريكي باش يتأكدوا أنه كيخدم مزيان مع باقي الأجهزة ديال الطائرة، زائد داروا تجارب أخرى باش يتأكدوا من أن النظام كيخدم مع واحد الرادار متطور سميتو APG-83 اللي كيعطي الطائرة القدرة باش تكشف الأهداف بشكل أدق وأسرع. بالنسبة للمغرب هادشي كيجي من بعد ما وزارة الدفاع الأمريكية عطات في 2023 الضوء الأخضر للشركة ديال لوكهيد مارتن باش تبدا الإنتاج ديال النظام ديال الفايبر شيلد المقاتلات ديال F-16 اللي غادي توصل بها المغرب. هذا الإعلان كيشكل واحد الخطوة مهمة في مسار ديال التطوير والنشر ديال هذا النظام، خصوصا للمغرب اللي غادي يعزز من القدرات الدفاعية ديال الطائرات المغربية. في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا التفاصيل ديال هذا الخبر وشنو هما المميزات ديال هذا النظام الجديد اللي غادي توصل به المغرب. الفيديو ديال اليوم مهم بزاف باش نتعرفوا على الترسانة العسكرية ديال المغرب وشنو هما التحديثات اللي كتزاد. فما نساش قبل ما نبداو انك تخلي لايك الى عجبك الفيديو، ما نساش بارطاجيه مع صحابك باش نفهموا مزيان هذا النظام الجديد اللي غادي توصل به المغرب. غادي نشوفوا القصة ديال المغرب مع الطائرات F-16، يعني كيفاش وامتى المغرب خدا هاد الطائرات. في البداية ديال التسعينات المغرب كان خاصو يبدل الطائرات العسكرية القديمة اللي كانت عنده باش يحافظ على التوازن العسكري في المنطقة. السعودية والإمارات مولوا المغرب باش يقدر يشري 20 طائرة مستعملة ديال F-16 من عند أمريكا، وبالفعل المغرب وقع على اتفاقية مع الحكومة الأمريكية في نوفمبر 1991. لكن في نفس الوقت كان كيشوف خيار آخر واللي هو يشري طائرات ميراج 2000 الفرنسية، خصوصا أن الشركة ديال ساجام واللي كانت واحد الشركة فرنسية كتخصص في التكنولوجيا والأنظمة الإلكترونية كانت عرضت على المغرب الطائرات الفرنسية اللي كانت عند الجيش المغربي في هذا الوقت واللي هي الميراج F1. لكن في الأخير حتى شي صفقة من هاد جوج الصفقات ما غادي تدار، والمغرب بقى بلا طائرات جديدة، يعني ما خدا لا ميراج ديال 2000 وما خداش حتى الطائرات ديال F-16 من عند أمريكا. في 2007 المغرب غادي يبدا جولة جديدة ديال المفاوضات باش يشري طائرات مقاتلة جديدة لسلاح الجو ديالو. وفي هذا الوقت كان كيبان أن فرنسا غادي تحقق أول نجاح في تصدير المقاتلات ديال رافال، بحيث عرضت على المغرب 18 طائرة ديال رافال مقابل 3.3 مليار دولار. لكن أمريكا دخلت في المنافسة وعرضت على المغرب 36 طائرة مستعملة ديال F-16 وغير ب 1.6 مليار دولار، وهو عرض أقل بزاف من العرض الفرنسي. فرنسا حاولت تنافس وقدمت عروض جديدة واقترحت على المغرب أنه ياخذ 12 طائرة ديال رافال زائد 12 طائرة ديال ميراج 2000، أو لا ياخذ 24 طائرة ديال رافال بواحد الصفقة اللي طلبت فيها 2.85 مليار دولار. لكن في 2008 السعر ديال الصرف ديال الدولار مقابل الأورو كان في صالح ديال أمريكا، بحيث أن الشراء ديال الطائرات الأمريكية كان أرخص بزاف مقارنة مع الطائرات الفرنسية. هادشي خلى العرض ديال الطائرات F-16 صفقة رابحة من ناحية التكلفة، حيث المغرب غادي ياخذ عدد أكبر من طائرات وبتكلفة أقل. في النهاية المغرب اختار أنه يمشي مع أمريكا ووقع اتفاق مع الحكومة الأمريكية باش يشري 24 طائرة جديدة من نوع F-16 بلوك 52 بصفقة وصلت ل 2.5 مليار دولار. وبهذه الصفقة الأسطول المغربي كان فيه طائرات ديال F-16، طائرات ديال ميراج F1 وطائرات ديال F5. في 25 مارس 2019 وزارة الخارجية الأمريكية غادي توافق على واحد الصفقة عسكرية جديدة مع المغرب باش يطوروا 23 طائرة ديال F-16 لواحد النسخة متطورة واللي هي F-16V، في الصفقة اللي كتقدر ب 985 مليون دولار، يعني تقريبا 1 مليار دولار. شنو غادي يجي في هذه الترقية؟ المغرب غادي يحصل على 26 رادار APG-83 باش يعزز قدرات الكشف والتتبع، وغادي يحصل على 26 كمبيوتر اللي كيتسمى Modular Mission Computer واللي هو واحد الموديل متطور بزاف، وغادي يحصل كذلك على 26 نظام اتصال جديد، 26 خوذة قتالية و500 قاذفة صواريخ LAU 129 متعدد الاستخدامات وغيرهم. هادشي من غير قطاع الغيار والتدريب ديال الطيارين والتقنيين. المقاتلة ديال F-16V كتعتبر حاليا هي اقوى واحدث اصدار ديال المقاتلات F-16. هذه النسخه فيها تحديثات اللي متطوره بزاف باش تخلي F-16 وحده من افضل الطائرات القتاليه متعدده المهام من الجيل الرابع في العالم كامل. دابا شنو اللي كيميز هاد الطائرات ديال F-16V؟ هاد المقاتله مجهزه بالانظمه الكترونيه حديثه كتحميها من التشويش والهجمات الالكترونيه. عندها رادار ايسا APG-83 اللي كيعطيها قدره استثنائيه على اكتشاف الاهداف والتتبع ديالها، بحيث الطيار كيقدر يحدد الاهداف بوضوح من مسافه بعيده. حاجه اخرى هي ان الطائرات عندها قدرة باش تواصل مع الطائرات الأخرى بشكل أحسن باش ينسقوا المهام بشكل أسرع وأدق. هذه النسخة كتوفر جوج ديال الطرق، يا إما كتشريها مقاتلات جديدة مصنوعة مباشرة بهذه المواصفات، أو لا كدير تحديث للطائرات القديمة ديال F-16 باش تولي بنفس المستوى ديال الطائرات الجديدة.
وهي نفس الحاجه اللي غادي يدير المغرب. الرادار اللي غادي توصل به المغرب هو واحد النوع من الرادارات واللي هي اختصار ديال اكتيف الكترونيكلي سكاند اري. هذا النوع من الرادارات متطور بزاف، حيت الهدف ديالو هو يساعد الطيارين باش يشوفوا الاهداف ديالهم بدقه اكثر وياخذوا قرارات تكون دقيقه في المعارك. فكيفاش كيخدم هذا الرادار؟ هذا الرادار كيتميز بواحد الحاجه كتسمى الوعي الظرفي، بمعنى كيساعد الطيار يعرف شنو اللي داير به في السماء سواء طائرات او لا اهداف اخرى وبسرعه. ثاني حاجه هي التوجيه السريع، يعني الا كان الطيار باغي يضرب هدف الرادار كيساعده باش يحدد الهدف وبدقه حتى لو كانت الرؤيه ضعيفه بسبب الطقس او الظلام. ثالث حاجه هي ان هذا الرادار عنده تقنيات متقدمه من الجيل الخامس اللي كتستخدمها طائرات بحال الاف 22 والاف 35، وهذا كيخليه واحد من افضل الرادارات العسكريه حاليا. في 16 اكتوبر 2015 شركة ديال لوكهيد مارتن اللي كتصنع الطائرات ديال الاف 16 دارت بنجاح اول رحلة تجريبية ديال الطائرة اف 16 في، وكانت هاد الطائرات اول مرة غادي تطير بهذا الرادار الجديد اللي كتصنعه شركة امريكية اخرى سميتها نورثروب جرومان. كيف ما قلنا في 2019 وزارة الدفاع الامريكية غادي توافق على الصفقة ديال تحديث الطائرات المغربية من اف 16 لاف 16 في. الصفقة الاخرى اللي وافقت عليها وزارة الدفاع الامريكية كانت هي ان المغرب غادي يشري 25 طائرة جديدة من نوع ديال اف 16 بلوك 72، وكتعتبر اقوى بسبب الانظمة الالكترونية اللي فيه، زائد بان المغرب غادي توصل ب 25 محرك جديد ديال طائرات اف 16. هاد المحركات الجداد اللي غادي توصل بهم المغرب غادي يضمنوا اداء ممتاز ديال الطائرات الحربيه على مدار ديال فتره طويله، وغادي تساهم حتى في التوفير ديال الوقود وتحسن من الاداء. حاجه اخرى اللي غادي توصل بها المغرب هي مجموعه ديال الذخائر بحال مثلا الصواريخ واللي الدقه ديالها عاليه بزاف. بالاضافه لهذه المعدات العسكريه غادي يتم التدريب ديال الطيارين والطاقم التقني في المغرب. هذه الصفقه الثانيه اللي قلنا وافق عليها وزاره الدفاع الامريكيه كتقدر القيمه ديالها ب 3.7 مليار دولار. شركة L3 Harris Technologies الأمريكية اللي كتخصص في التكنولوجيا ديال الأمن والدفاع دارت مؤخرا أول رحلة اختبار ديال نظام فايبر شيلد جديد للحرب الإلكترونية والتشويش الجوي. هذا النظام موجه خصيصا للطائرات ديال F-16 وغادي يتم الدمج ديالو في الاسطول ديال سلاح الجو الملكي ديال المغرب من طائرات F-16 بلوك 72 اللي قلنا المغرب غادي توصل بها. فحسب البيان اللي خرجته الشركه الامريكيه كيقولوا بان النظام ديال فايبر شيلد كيقدم احدث القدرات ديال الحرب الالكترونيه للطائرات ديال F-16. فكيفاش كيخدم هذا النظام؟ هذا النظام كيعطل الانظمه الالكترونيه ديال العدو. مثلا اذا كانت الطائره المعاديه كتستخدم رادار باش تبحث على الطائرات، فايبر شيلد كيعرف يشوش على هذا الرادار ويخليه ما يقدرش يحدد المكان ديالك ولا يدير تتبع ديال الطائره ديالك، بمعنى ان الطائره ديالك غادي تكون قادره على افشال ديال محاولات العدو في الضرب او الاكتشاف ديال المكان ديالها. هذا الفايبر شيلد هو بحال واحد الدرع الكتروني كيحمي الطائره من الهجمات الالكترونيه وكيخلي الطيارين يقدروا ينفذوا المهام ديالهم بشكل فعال من غير بان العدو يكتشف المكان ديالهم او لا يهجم عليهم. في يوليو اللي فات وزاره الدفاع الامريكيه سمحت لشركه لوكهيد مارتن اللي كيصنعوا الطائرات ديال F-16 انهم يبداو الانتاج ديال نظام فايبر شيلد للحرب الالكترونيه ويدمجوه في طائرات F-16 بلوك 72 اللي غادي توصل بها المغرب. من المتوقع ان هذا النظام الجديد غادي يتم التثبيت ديالو في طائرات F-16 المغربيه في النهايه ديال هذا العام يعني 2025، والمغرب غادي يكون من الدول الاولى اللي غادي تستافد من هذه التقنيه المتطوره. من غير المغرب هذا النظام غادي يمشي لدول اخرى بحال مثلا تايوان، البحرين، بلغاريا، سلوفاكيا. بالنسبه للتفاوض على هذه الصفقه بعض الصحف كيقولوا ان الاقتناء ديال المغرب لهذا النظام المتطور بزاف المفاوضات عليه كانت في معرض دبي للطيران في نوفمبر 2023، حيت كيف ما قلنا بان الصفقه اللي كان فيها ان المغرب غادي توصل ب 25 طائره ديال F-16 بلوك 72 كانت دارت في 2019 وما كانش فيها الادماج ديال هذا النظام الجديد. العقد ديال الشركه اللي غادي تصنع هذه الطائرات ديال F-16 فيه الانتاج ديال 90 طائره من F-16 فايبرز، 66 طائره غادي تمشي لتايوان و24 طائره غادي تمشي للمغرب. من المتوقع ان التسليم ديال هذه الطائرات غادي يكون في البدايه ديال 2026 وان المغرب غادي توصل بهذه الطائرات قبل من تايوان. هذا الاتفاق هو جزء من سلسله ديال المشاريع الدفاعيه اللي كانت ما بين المغرب والولايات المتحده الامريكيه خصوصا من بعد 2018. بالاضافه للطائرات ديال F-16 الاتفاق فيه كذلك بان المغرب غادي توصل ب 200 قاذف ديال الصواريخ زائد اكثر من 600 صاروخ من نوع ديال جافلين FGM 148. هذا النوع ديال الصواريخ هما صواريخ مضاده للدبابات والمركبات المدرعه. هاد الصواريخ كيفاش كتخدم؟ اول حاجه الشخص اللي غادي يطلق هاد الصواريخ كيكون هازهم فوق الكتف ديالو، زائد
زايد ان هذا الصاروخ ذاتي التوجيه، يعني ان الصاروخ كيقدر يحدد ويلاحق الهدف ديالو لراسو بدون الحاجه ان الانسان يتحكم فيه من بعد الاطلاق، حيث كيستعمل الاشعه تحت الحمراء باش يشوف الهدف ديالو ويلاحقه بدقه. يعني هذه الاشعه الحمراء كتساعد الصاروخ باش يلقى الهدف ديالو تحت اي ظرف، حتى في الظلام او لا الا كان الطقس ما كيساعدش. وهاد 200 ديال قاذفات الصواريخ اللي قلنا المغرب غادي توصل بها هي اللي غادي تستعمل في الصواريخ ديال جافلين. فالحاجه الاكيده من بعد هذا الخبر هي ان هذه المقاتلات الجديده اللي غادي توصل بها المغرب غادي تساهم في تطوير ديال القدرات الدفاعيه ديال المغرب بواحد الشكل كبير. فإلا كنتم مهتمين بشي مقاتله وبغيتوا نديروا عليها فيديو بالتفصيل، خليوا لي الاسم ديالها في لي كومونتير. ما نساش الا عجبك الفيديو انك تخلي لايك وتبارطاجي مع اصحابك، ولا كانت هذه اول مره كتفرج في لاشين كنتمنى انك تشارك باش يوصلك كل فيديو جديد. كان معكم انس، نشوفكم في فيديو جاي.